ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا ودي قناتي، اتمنى ان هي تعجبكم. هنعمل النهارده الرقاق الطري باسهل طريقه. نعمله صينيه. كان رقاق ناشف انا اللي عاملاه، برضو عملناه الفيديو اللي فات، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وبصوا الرقاق بتاعنا عامل ازاي، بصوا طري ازاي وجميل ولونه حلو جدا ومورق، يعني لما بفتحه ورقه ورقه فهيعجبكم جدا. عاملاه بخلطه باللحمه المفرومه والبصل رهيبه والفلفل الالوان جميله. بصوا طري ازاي، بقطعه بكل سهوله، يعني حلو جدا. او لو عاوزاه ناشف يعني يبقى في الصينيه مقرمش، هقولك تعملي له ايه. عاوزاه طري زي ما انا عاملاه كده برضو هقولك هتعمليه ازاي. كملوا بس معايا الفيديو للاخر ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. دي حله على النار، حطيت فيها سمنه ودول بصل، 4 بصلات عاملاهم في الكبه. لما البصله بتاعته بتبقى كتير بيبقى طعمه حلو جدا، بتبقى مسكره، اللحمه المفرومه بتبقى مسكره. فعاوز تقللي البصله عن كده عادي جدا، لكن انا بحب البصله بتاعته كتيره. حطيت البصله وحطيت معاه الملح والفلفل الاسمر، وانا كنت فارمه مع البصله يعني حته صغيره من قرن فلفل حراق، فلفل اخضر بس حراق بس. وبنقلبها، هو ابتدى اشوحها على النار. بصوا كده هي دبلت معايا شويه. جبت اهو الفلفل الالوان حطيته عليها، فلفل احمر. لو عندك فلفل اخضر واحمر عادي جدا مفيش مشكله، بس انا كان متوفر عندي اللي هو الاحمر فعملت بيه. هشوح برضو شويه بالفلفل الالوان اهو، نقلبها شويه. بصوا كده الفلفل يا دوب دبل حاجه بسيطه خالص، انا عاوزاه برضو يبقى حلو ومش دبلان خالص، يعني مش عاوزه الفلفل يبقى دبلان جامد. حطيت اللحمه المفرومه اهو، هقلبها شويه. انا بقى بحط اللحمه المفرومه واحط معاها البهارات بتاعتها واسيبها بقى مع نفسها. هحط معاها بهارات، دول فصين توم مفرومين بيدوها ريحه وطعم حلو جدا. هحط بهارات عامه اللي هي 7 بهارات يعني. هحط بابريكا، بص معلقه صغيره اهي بهارات عامه، وبرده معلقه صغيره بابريكا، ومعلقتين صلصه. عاوزه تحطي طماطم مفرومه مفيش مشكله، عاوزه تحطي صلصه برضو عادي. انا حطيت معلقتين صلصه وهقلبها وهسيبها بقى ايه على النار لحد ما ايه اللحمه تستوي معانا وتاخد لون حلو. وهنروح بقى نشوف بقى ايه الرواق بتاعنا نفسه هيعمله ازاي على ما اللحمه تكون استوت معانا شويه. اهو انا هنا بقلبها كام تقليبه بس. هنا دي صينيه حاطه فيها شوربه وعليها لبن، بدل من اني اخلص مثلا او اسقيه كله بالشوربه وارصه في الصينيه واسقي لبن، لا انا حطيت اللبن على الشوربه، بس انا مش حاطه كميه كبيره عشان يعني ده شوربه بلبن، فاهماني؟ فخساره انه يزيد او ان يترمي بعد كده، ما هو كده كان اللي هيتبقى مش هينفع تستفادي بيه في حاجه تاني، فاهماني؟ فانا حطيت شوربه وحطيت عليها اللبن. جربوا صدقوني الطريقه دي هتعجبكم جدا وهيطلع حلو جدا. اهو انا كده بس ايه على يعني بعمله على الناحيتين، بس الرقاق على الناحيتين. بصي الرقاق بتاعنا خفيف ازاي، يعني مش مستحمل، جميل جدا. زي ما قلت لكم هسيبكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اهو. هناخد واحده تاني، بين الورقه والتانيه بندهن سمنه. يعني انا اول ورقه نسيت ان انا ادهن سمنه بينها، بس بعد كده بين الورقه والتانيه لازم ندهن سمنه بالفرشه اهو. بصوا طبعا عشان الرق مش مستحمل لانه خفيف جدا، وده يخليه في حد ذاته يطلع طري، يعني دوب انا بسيه. والشوربه باللبن ده دافي مش سخن، لان لو سخن هيخلي معاكي يعجن، هيخليه يعجن، ده مجرد دافي اهو. بصوا كده انا كده عملت ادي الخلطه بتاعتنا. بصوا بعد ما استوت بقى لونها عامل ازاي. انا كده حطيت 5 طبقات من تحت، وانا بقول لكم ايه دي رقيقه كسرت منها علشان اظبط، يعني لو في حتت مثلا مش متظبطه بجيب واحده عادي اكسر منها واروح مظبطه بقى الطروف عندي عشان تبقى الطبقه اللي من تحت متساويه، مفيش حته طالعه وحته نازله، يبقى كله قد بعضه. حطيت بقى الخلطه بتاعتنا، بصوا لونها احمر وجميل ازاي من الفلفل ومعلقتين الصلصه، وريحتها كانت جميله جدا جدا. والرواية على فكره اللي انا عملته في الفيديو اللي قبله
حلو جدا. انا عملت من نص كيلو دي بالظبط طلع لي 20 رقاق، عملت بيهم صينيتين، انا حطيت 5 تحت و5 فوق، عملت بيهم صينيتين رقاق، بس انا ما جبتش غير صينيه واحده عشان وقت الفيديو طبعا، لكن انا عملت بيه صينيتين رقاق كانوا حلوين جدا وحجمهم حلو جدا. عايزه تحطي 6 ورقات فوق و6 تحت مفيش اي مشكله، بس انا بقولك يعني ان هو اوفر جدا، يعني نص كيلو دقيق بس عمل لي صينيتين رقاق حلوين جدا. نسقي بقى الرقاق كويس. بص انا هوريكم، شايفين طبعا انا زي ما قلت لكم بقى اهو بالفرشه بين الورقه والتانيه بندهن سمنه زي ما قلت لكم. طبعا انا كنت مسويه الرقاق ده على قد صينيه، ما كنتش هعمل في الصينيه دي، كنت هعمل في صينيه اصغر، فكنت مسويه الرقاق على قدها، حتى لو شفتوا الفيديو هتلاقوني بقول كده. طبعا انا لقيت دي افضل اكبر شويه، رحت عملت فيها، بس ظبطت بقى الرقاق على قدها، حاولت ان انا احط ورقه كده وورقه كده لحد في الاخر اظبط الطروف اهو. وحلوه صدقوني فكره ان انت تحطي اللبن مع الشوربه، ده جميل جدا. بصوا اهو، انا هكمل بقى ال5 طبقات بتوعي، يعني انا هوريكم دلوقتي انا بحط ازاي اللي هو الحتت اللي زي كده. بصوا بحطهم في الرقاق وابتدي اظبطها اهي، شايفين اهو. ممكن ترفعوا اخر ورقه كمان وتحطوا تحتها عادي جدا، المهم ان الطروف دي كلها تتغطى اهي. بصوا وابتدي بقى احط برضو الطبقه اللي بعدها عادي جدا لحد ما تخلصي بقى لحد ما تخلصي ال5 طبقات بتاعتك. طبعا ما تنسيش دهنه السمنه بين كل طبقه والتانيه اهو. انا كده بقولكم ان انا هخلص ال5 طبقات وارجع لكم. بصوا انا بعد ما خلصت ال5 طبقات قطعته، ده الافضل جدا. وبعد ما خلصت ال5 طبقات برضو دهنت الوش بالسمنه وابتديت بقى اني اقطعه. بصوا يعني بصوا طري ازاي، شايفين انا ما حطيتلوش تاني مي شوربه بلبن على الوش، ده كده مطرح ما سقيته، بس عشان الرقاق بتاعنا اساسا خفيف فيا دوب السقه بقى جميل وطري وحلو جدا. انا بقى احطه عندي في الفرن على اعلى درجه حراره، واول ما الجناب بتحمر بروح مشغله له الشوايه، يعني اول ما الجناب تحمر اشغل الشوايه، وبعد ما الوش يحمر يبقى حلو اروح طافيه عليه. ولو عاوزاه يفضل طري غطيه 10 دقايق، مش عاوزاه يبقى مقرمش ما تغطيهوش بس اهو كده بقى ندخله في الفرن. بصوا كده اهو معايا بعد ما طلع من الفرن، بصوا التسويه جميله ازاي ولونه حلو كده احمر، وفي نفس الوقت يعني لونه رايق كده حلو، مش ما اتحمرش جامد اتحرق اهو. بصوا هوريكم بقى التوريقه من جوه، بصوا عامل ازاي، يعني الورقه بورقتها، يعني شايفين اهو ورقه بورقتها كاني رصه جلاش مش رقاق، الورقه بورقتها بالظبط اهو شايفين، وطري جدا وجميل. وزي ما قلت لكم عاوزين يفضل طري غطوه 10 دقايق. ما تنسونيش بقى في اللايك، يا ريت كل اللي يتفرج يعمل لي لايك ويشترك في القناه لو مش مشترك، واتمنى ان قناتي تكون بتعجبكم وفيديوهاتي بتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه وباي باي، وكل سنه وانتم طيبين.